يلقى مسلسل الدراما لعبة الشطرنج الذي يعرض على التلفزيون الجزائري الرسمي بمناسبة شهر رمضان رواجا كبيرا، وبات يتربع على عرش الترند الرمضاني، حيث حقق لغاية الآن أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. المسلسل عبارة عن عمل فني من نوع دراما الأحياء الشعبية اللي باتت تعرف في الجزائر وتأخذ انتشار واسع خلال السنوات الأخيرة، حيث شبه العديد من المختصين وكذلك المشاهدين الجزائريين محتوى مضمون العمل الحالي بمسلسل أولاد الحلال الذي تم عرضه سابقا قبل 3 سنوات ولقي نجاح باهر. وقد عالج المسلسل وقتها قصة عائلات جزائرية تقطن بحي الدرب الشعبي بولاية وهران غرب الجزائر، حيث تنتشر مختلف أنواع الجرائم وتتشابك فيه العلاقات الاجتماعية حد القتل، وتفرض فيه كذلك لغة المال والسلاح والمخدرات سلطتها على الجميع. بينما يعالج مسلسل الدراما كذلك قصة عائلة جزائرية تقطن في حي باب الواد الشعبي بالعاصمة وتغرق في مجموعة من المشاكل الاجتماعية مرتبطة أساسا بنشاطها في الحصول على قوتها اليومي. ورغم نجاح الكبير للعمل، انتقادات كثيرة طالته بسبب استخدام اللغة السوقية في هذا النوع من المسلسلات، وكذلك بعض المشاهد التي تتضمنها حفيظة أطراف أخرى بالنظر إلى ما تسببه من حرج كبير وسط أعضاء العائلة الواحدة. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى استحالة مشاهدة المسلسل في جو أسري يقوم على عادات وقيم تختلف تماما عما هو موجود في الشارع. فيما قسم آخر أشاد بالعمل، خاصة أنه يصور الواقع بدون تزييف. أين أبكت الحلقة السابعة من المسلسل أغلب المشاهدين؟ أين أبدع الممثلون في إيصال أوجاعهم للمشاهد؟ ولا يمكن الحديث عن مسلسل الدراما دون التحدث عن الجزائري الطفل عمر جمرود الذي لفت كل مشاهدي مسلسل الدراما لإتقانه الجيد لدوره رغم صغر سنه، مع لكنة عاصمية جميلة كأنه رجل في العشرينات. أين أبدع في دوره ودخل قلوب الجزائريين الذين أكدوا أن عمار له مستقبل كبير في التمثيل.